نتكلم دلوقتي مع بعض على هوا منتخب المغرب للشباب في كأس العالم بيلعب مع أمريكا في ربع النهائي. كسبان كام؟ خمسة. وكان يعني كسبان قربت اسبانيا تقريبا في خمسة. كسبان 3-1. لا وكان كسبان اسبانيا في الدقيقة دلوقتي 90 وكسب اسبانيا وكسب البرازيل. السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في قناتكم استاد ماروك مع فيديو جديد للاعلام المصري، وهو منبهر باداء المنتخبات المغربيه وايضا دور فوزي القجع في تطور الكره المغربيه. ما نحرقش لكم الفيديو، نخليكم معه ونعود لتحليله في النهايه. هقول لك على حاجه، احنا مش بنفكر في حاجه، احنا بنقول ان في شخصيه اسمها فوزي القجع بيعمل خطه. وليد الرجراجي بيروح يشوف ما هو جديد. مدرسته مدرسه برشلونه، صح، نفس المدرسه دي. بعمل ايه؟ انت مش هتشوف منتخب بتاع رابع كاس عالم. بقى منتخب الرجراجي، بقى شيبو، بقى المنتخب الاولمبي، المنتخب اللي هيلعب بكره. انت محتار الاربعه، وفي محليين. المحليين مين؟ بن طايق وبن شرقي وازارو، نفس اللعيبه اللي احنا عارفينها. بتتكلم في حاجه ثانيه انت كلمتني فيها يا عمرو، موضوع ان احسن لعيب في العالم دلوقتي كباك رايت حكيمي، اشرف حكيمي. مين الراجل بتاعه؟ احسن باك رايت في مصر، احسن باك رايت في افريقيا، الشيبي. فانت هتلاقي هل الشيبي بيقول لك انا رايح عشان اعمل تمثيل مشلف استنى يتعور؟ لا، ده الناس بتشد لا، وبتشتغل. ده انا بزيد عشان لما تجيلي امسك فيه. بس مثلا الرجراجي عمل اداء حلو جدا في كأس العالم، بس اخفق في الكان. بص، اصل انت كمان لله مش هيعمل كل حاجه. انت في ناس، ما فليك عمل كل حاجه. انا قصدي اقول اما بيكسر الدنيا في برشلونه وفجاه بيخسر 5. ايه ده اللي كان كسبان لسه 8. لكل مشوار عشان توصل لهدف في الاخر محتاج ترسم الخط وما يحصلش اخفاق فيحصل تغيير وهدم. لا بص يا محمد، لازم بقى نقول الخط اللي احنا ماشيين عليه هو خط مضيء. احنا عندنا في مصر جزء مضيء وبعدين مظلم. يمشي مضيء. طب ليه مش مضيء على طول؟ انا بقى عايز اقول لك ايه، انت بتعمل خطه طويله المدى، بتقول فيها ايه؟ بتقول فيها ان انا بقلل السلبيات اللي قالها علاء، بعلق قيمتي من الايجابيات. يبقى تبقى الخطه بتاعتي ايه؟ خطه طويله مدى يطلعها خطه مصغره مرنه قابله للحذف والاضافه. تضيف فيها ايه هو جديد بنجاحات بامور بناءه، وتستبعد ما هو سلبي اللي بيهد. يعني هو على كلام على المغرب، فاحنا بنتكلم دلوقتي مع بعض على هوا منتخب المغرب للشباب في كأس العالم بيلعب مع أمريكا في ربع النهائي. كسبان كام؟ 5. وكان يعني كسبان اسبانيا تقريبا في 5. كسبان 3-1. لا وكان كسبان اسبانيا في الدقيقة دلوقتي 90 وكسب اسبانيا وكسب البرازيل. ده اللي عايز اكلمك عليه، خرج اليابان، التخطيط وموجود على في ربع النهائي. هيكسب يروح نصف نهائي، ممكن على فكرة يفوز بالبطولة. هسألك سؤال، اي حد فينا كان بيتكلم على مين في منتخب المغرب اللي شفناهم في رابع كاس عالم؟ انت كنت تعرف أناحي؟ لا طبعا. قال لك مدرسه برشلونه، قعد 3 سنين وبيشتغل في كاس العالم. نسبه 98% باص ايجابي، نسبه الميس باص 2%. تكوينه الجسماني ما تفكرش فيه، ما تلعبوش مع الناشئين. هل ده وليد صدفه؟ على فكره ده تخطيط، هو تخطيط بشكل كبير، بشكل كويس. احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ طب نبدا منين؟ هنبدا منين؟ هنعمل خطه، نبدا كده منين؟ لا، نبدا من الناشئين ومنتخبات الناشئين بتاعتك. انت البنيه التحتيه بتاعتك مش سليمه. بس برافو عليك، انت النهارده بنيت اساس كويس، واساس الى حد ما دلوقتي انت بتشتغل بتقول منتخب مصر يبقى كويس في كاس العالم. لا، انا عايز ولاد صغيرين. انت بتتكلم دلوقتي قوام المنتخب كله سن كبير، هات لي اللعيبه الكبيره كلها اللي موجوده. بس عايز النبي علاء اقول كلمه عشان بس الناس ما تفهمش غلط. انا بدافع يا محمد في الحته دي عن علاء، اللي هي ايه؟ بلاش الناس تفهم ان احنا بنتكلم عن الناشئين ان احنا بنخبط في اسماء ما كانت موجوده. لا خالص بالعكس، كلهم زمايلنا وحبايبنا. لا، احنا بنتكلم تخطيط نجاحات. هقول لك على حاجه، وليد الرجراجي بقاله 4 سنين بيسافر يشوف اللعيبه المغربيه المجنسه في اوروبا يجيبها. عارف جايب كام لعيب؟ على مسؤوليتي 85 لعيب على مستوى قطاع الناشئين والدرجه الاولى. لا، في الاول فيهم 5. انا بكلمك بقى في الصغيرين. هتفرق معاه بقى بعد كده في التخطيط. انت بتكلمني بقى 5 من قوام فرقه. علاء لسه بيقول لك دلوقتي مع عامله انهيار لمنتخب مصر. 5 انت بتتكلم في 5 لو ليبرو وحارس واثنين نص ملعب وفيرود فرقه. هي دي الفرقه. ماشي، احنا دلوقتي كابتن علاء. إذا كما شفتوا الفيديو، الإعلام المصري منبهر بأداء المنتخبات المغربية، وخاصة أنه ما كانش متوقع أن المنتخب المغربي غيكتسح أمريكا ب3-1. نعم، مباشرة أنهم عرفوا النتيجة
وعلقوا عليها أن المنتخب المغربي تفوق على أمريكا ب3 أهداف مقابل 1. إذا الإعلام المصري معجب كثير بتطور الكرة المغربية، ودائما تتمنوا يوصلوا لهذا المستوى. نتمنوا التوفيق دائما للمنتخبات المغربية، وخاصة اليوم احنا مع كأس العالم للشباب ومع المنتخب المغربي للشباب، نتمنوا ليه يتفوق في نصف النهاية أمام فرنسا. ففرنسا أيضا فريق ممتاز، لكن لن يكون بصعوبة الولايات المتحدة الأمريكية. احنا واثقين في وليدات وهبي للتفوق على فرنسا ويمشيوا للنهائي، ومرحبا بالأرجنتين. نتمنى الأرجنتين تدوز لأنها أصعب من كولومبيا، ولكن نحن لا نخشى أي فريق، فالفوز سيكون حليف المنتخب المغربي إن شاء الله، ونفوز بكأس العالم للشباب كبداية للألقاب إن شاء الله، ومع الرقراقي فوز بكأس إفريقيا، ولما لا الفوز بكأس العالم 2026 بأمريكا. فالحلم يتحقق عندما نؤمن بالأشياء، فعندما تؤمن بالشيء ستحققه. نحيد مركبات النقص، فالمنتخب المغربي في الميدان الكروي تفوق، وحتى تفوق كبير. نتمنى هذا التفوق أيضا يدوز في عدة قطاعات بالمغرب. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم الفيديو، ما تنسوناش من الدعم ومن البارتاج، وخليونا واحد الكومنتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.